اوعي تعملي كده في غسالة الأطباق، غلطة كانت هتضيعها مني. زي ما انتوا شايفين ده النور بتاع الملح والملمع. انا طبعا بستخدم القراص وزي اي حد بيستخدم القراص. يعني الفن قايل لنا ان القراص عامة بتغني عن الملح والزيت. طبعا انا يعني أنا بستخدم فينش. المفروض ان الفينش ده بيبقى اصلا اغلى نوع في السوق. زي ما انتوا شايفين اللمبة معلقة، يعني منورة، ما فيش اي حاجة. الملح مع انه هو قايل لنا ان الاقراص بتغني، بس في نفس الوقت قال لنا لو اللمبة دي منورة يبقى هي محتاجة ملح وزيت. فيا جماعة حرفيا ما تستخدمش الاقراص بس، والاحسن طبعا بقى لينا ان احنا نستخدم المجموعة كاملة وخلاص. في حد كذا حد رشح لي لوديفيك عشان فانش المسحوق والحاجة بتاعتها غالية شوية، فانا لسه ما جربتوش برضو. انا عامة كل اللي انا قلت ان انا هستخدم الملح والملمع. يعني طبعا هستخدم الملح والملمع دلوقتي انا بفتحهم معاكم. هستخدم الملح والملمع واكمل بالباقي الاقراص برضو، يعني هستخدم الاقراص مع الملح والملمع. بس عايزه اقول لكم انه ما تستخدموش الاقراص لوحدها، حرفيا كارثه. زي ما انتم شايفين الملح عامل كده، وفي ناس بتحسب ان الملح بيبقى ملح عادي. يا جماعه ملح غسالة اطباق. وانا بوريكم دلوقتي كام طريقه ليه. يعني طريقه القمع ده انا شفتها على النت لما جيت اعملها، بس بصراحه متعبه جدا 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 جدا، وبتوقع برضو زي ما انتم شايفين كده، فما استلطفتهاش خالص. دي بقى كانت بتاعه آه، المكوه. دي العلبه بتاعه المكوه، انا استخدمتها وبدات اعمل. هي متعبه شويه علشان هي صغيره، بس احسن وما بتوقعش كتير. وطبعا الملمع برضو او الزيت مش بنضيفه غسله بغسله، لا لازم نضيفه لحد ما تحس ان هو مملي بالشكل ده. كده خلاص احنا مش محتاجين ملمع تاني، الا طبعا لما النور بتاعها ينور او اللمبه تنور بنستخدم الملح او الزيت. مهمه جدا يا جماعه، وما تستهتروش وتقولوا لا الاقراص بتغني. صدقوني صدقوني ممكن اصلا تبوظ الغساله، وممكن كمان هي كانت بتبوظ معايا اصلا الحلل بتاعتي، يعني قشرت الحلل. وعلى فكره انا بيكو التركي مش بيكو المصري، وبيكو التركي احلى كتير من البيكو المصري، عشان اللي بيسأل مع السلامه.